يلا يلا يا عمر، يلا يا عمر، يلا يا عمر، عمر يا عمر، بحبك يا عمر. الأهلي يتحدى طرد بالهدف الذهبي ويتأهل رسميا لدور المجموعات في إفريقيا. عمر كمال يضرب ويحسم وتروب في مواجهة أزمة تحكيمية جديدة. الزمالك يستعد للكونفدرالية وتغييرات متوقعة في الجهاز المعاون. حسام حسن بيصر على مواجهة المغرب ضمن استعدادات إفريقيا. الكلاسيكو يشتعل، ريال مدريد يهاجم وبرشلونة يستفز. تشيلسي يتلقى صدمة في البريمير ليج وتصريحات نارية من المدرب. انتر ميلان يسقط في إيطاليا، وبايرن وباريس يواصل الانتصارات. أخبار النادي الأهلي. الأهلي يتحدى طرد بالهدف الذهبي ويتأهل رسميا لدور المجموعات في إفريقيا. الأهلي حسم التأهل بعد فوزه على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في القاهرة وبمجموع 2-0. ورغم طرد المهاجم جرادي شار في الدقيقة 16، المارد الأحمر لعب برجولة وذكاء. الهدف جاء بتوقيع عمر كمان عبد الواحد في الدقيقة 58، أول أهدافه الإفريقية بقميص الأهلي. تروب المدير الفني بيواجه دلوقتي اختبار صعب في التعامل مع أزمة التحكيم والطرد المثير للجدل وسط كلام عن تقييم وضع اللاعب. وعلى صعيد تاني، بعثتي يد الأهلي رجعوا من المغرب بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية، وتوج عمر خالد كاستيلو بلقب أفضل لاعب في النهائي، إنجاز جديد يحسب للقلعة الحمراء. ثانياً، أخبار الزمالك. الزمالك يستعد للكونفدرالية والتغييرات بالجهاز الفني. الزمالك بيجهز نفسه لدور 16 من الكونفدرالية الإفريقية، وفي نفس الوقت مجلس الإدارة بيخطط لتعديل بالجهاز المعاون لفيريرا وتعيين أحد نجوم النادي السابقين بدل حازم إمام. الإعلان الرسمي متوقع خلال ساعات. ثالثاً، أخبار منتخب مصر. حسام حسن بيجهز لمواجهة قوية مع أسود الأطلس. حسام حسن مصر على إقامة مباراة ودية قدام المغرب ضمن استعدادات المنتخب إفريقيا، وكمان تم الإعلان عن معسكر نوفمبر اللي هيكون في الإمارات استعدادا للبطولة. رابعاً، أخبار الكرة العالمية. قبل الكلاسيكو الناري، ريال مدريد يهاجم وبرشلونة يستفز. الصحف الإسبانية مولعة قبل المباراة الغد بعد تصريحات نجم برشلونة لامين يامال اللي استفزت جمهور الريال، لكن المفاجأة كانت تأكيد غياب رافينيا للإصابة، ضربة قوية لبرشلونة قبل المواجهة. إنجلترا، تشيلسي يتلقى هزيمة جديدة في البريمير ليج والمدرب يعلق بغضب. أي فريق دلوقتي يقدر يفوز علينا، وده غير مقبول. إيطاليا، انتر ميلان يسقط بثلاثية أمام نابولي في قمة الجولة. ألمانيا، بايرن ميونخ يواصل اكتساحه بفوز كبير على مونشنغلادباخ. فرنسا، باريس سان جيرمان يفوز على بريست ويعزز صدارته الدوري الفرنسي. كانت دي أبرز أخبار النهاردة في عالم الكورة. تابعونا كل يوم على قناة فري كورة علشان توصلكم آخر التطورات أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلكم كل جديد.